السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل مسخسخة الحدقة. معانا فلفل، معانا بصلة، معانا صدر فرخة واحد كده، ومعانا جبنة، معانا لفة جلاش. هنقطع البصلة بصلاية واحدة بس، وهنديها تشويحة في زبدة أو سمنة اللي متاحة عندك. نحط عليهم ملح وفلفل. طبعا احنا بندي البصلة تشويحة عشان خاطر البصل بياخد سوى عن الفراخ، بحس ما بتاخدش سوى. مقطعينها مكعبات صغيرة جدا، وهنديها كمان تشويحة مع البصل. آه، يعني ما بتاخدش وقت خالص. هنديها نص معلقة زعتر بنفركها وبهارات، ونقلبهم تقليبة حلوة. ما بتاخدش ثواني على النار. ان شاء الله تعجبكم. والوصفة سهلة وسريعة. وفيها كمان حاجات مغذية لو عندك اطفال وبيحبوا الاكلات دي قوي. وحلوة، بديل برضو للبيتزا، وبديل يعني طريقتها حلوة وسهلة. هنحط نص الفلفل اللي احنا مخرطينه، وهنحط قطاية صغيرة قوي قوي تكون ناشفة ما فيهاش مية. خلاص كده طفينا عليهم، نشتغل في لفة الجلاش. اي لفة جلاش عندك في الفريزر او انت جايباها المتاح. لو عندك لفة، ما دي كانت عندي من رمضان. لو عندك لفة حتى يعني مش متظبطة او جديدة، المتاح عندك. خلاص دي اهو. هنقطعها شرايح رفيعة قوي. كانت عندي في الفريزر وطلعتها فكت خالص، وبن نخرطها شرايح رفيعة قوي قوي. وبعدين بنفكها من بعض، ما بنخليهاش ماسكة في بعض كده. ما تنسوش حبايبي التعليقات، ما تنسوش الصلاة على الحبيب. ربنا ما يحرمنيش من دعمكم. خلاص كده جهزنا الجلاش، وبعدين دهنا الصينية بالزبدة، وهنحط نص الجلاش اللي احنا عملناه. نغطيها كويس عشان ما يبقاش فيه حتت باينه من الصينيه وحتت تبقى تقيله. لا، بنسويها كويس وبنحط عليها معلقه معلقتين زبده. وبعدين يعني نحاول ما نكترش الزبده عشان احنا لسه هنحط الخلطه عليها. هنحط كمان زيتون، وهنحط الفلفل بقى، بقيه الفلفل اللي احنا كنا حطينا منه في الخلطه برضو هنحط منه هنا. وهنحط بقيه بقى ايه الفراخ والخلطه اللي احنا عملناها له. ممكن لو عايزه تحشي مكان الفراخ جبنه، لانشون، في بسطرمه. بس لقيتها هتكلف اكتر من ما هي خدت صدر الفرخه، فهي خلينا في صدر الفرخه كده. يعني كان افضل لي بصراحه. خلاص حطيناهم، وحطينا بقيه الجلاش عليهم. و حلوة وهتعجبكم ان شاء الله، جربوها. خلاص خلصنا. هنجيب بيضتين او بيضة واحدة المتاح عندك. بس انا بعملها عشان برضو لو في اطفال كده تبقى مغذية. هنحط ملح، وهنحط فلفل اسود، وهنحط لبن. نكمل الكوباية لبن، كوباية حلوة كبيرة كده. ونص معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر. نقلبه كويس. شايفين عمل رغوة ازاي بيبقى بيفور، وما بيخليش الجلاش مكتوم. هنقلبه كويس قوي قوي لغاية ما نفك البيض بتاعه والحاجات اللي فيه، ونروح حاطينها على الجلاش. الطريقة سهلة وبسيطة، وهتعجب الولاد عندك، وطريقة خفيفة. لو عملتيها في أي وقت هتلاقيها يعني ياكلوها على طول بإذن الله. هنحط على الوش زيتون، وهنحط الفلفل، وهنحط جبنة الموزاريلا او اي نوع جبنة اللي عندك. على فكرة دي اللي عندي جبنة موزاريلا، عاملاها بطريقة مع كنت عاملاها قبل كده. ان شاء الله هعملها لكم طريقة سهلة قوي. البشاميل، لما بنعمل جزء بشاميل ونحط عليه جبنة فيدينا كمية كبيرة قوي، يعني مش بتبقى موزاريلا صافية. ده شكلها بعد ما طلع من الفرن. جربيها يا حبيبتي، هتعجبك قوي. و يعني طعمها روعة. وحطينا على الوش حبة سمسم وحبة البركة. شكلها حلو وهيعجب أولادك ومغذية. بصي من جوه طرية ومقرمشة من تحت، وهتلاقيها طعمها روعة وجميلة قوي. ممكن تعملها لهم بطاطس محمرة جنبها. ممكن
لوحدها. يعني بصي الفراخ فيها عامله ازاي وهي عامله ازاي، طعمها هيعجبهم قوي قوي قوي، بديله للبيتزا بدل ما يجيبوا بيتزا من بره والكلام ده كله، حاجه عاملاها بايديكي ونضيفه. ان شاء الله الوصفه تكون تعجبكم، وشكرا لدعمكم وشكرا لكم، والسلام عليكم.